أنا عندي سؤالي هي فكرة الوصية. مش قصدي الوصية اللي حد يسيب حاجة ويوصي بيها والكلام ده كله. يعني مثلا لا قدر الله حد توفى ووصى إن الولد دوت يرعاه مدى الحياة، والراجل أو الست ديت اللي خد مثلا الطفل دوت، هو بقى مش مال، انت خدت طفل هتربيه سنين سنين. فاهمين قصدي ايه؟ فانت طالما خدت الطفل دوت انت ملزم بيه. انا ما اعرفش شرعا ايه، لكن انا بتكلم في العادي، في الطبيعي بتاعنا. لو حد حصل له الموقف دوت وهو مش قد دوت، وطبعا ما ينفعش يرجع لصاحب الشيء نفسه لانه توفى، هو مش على قيد الحياة. في الموقف دوت انت تعمل ايه؟ في ناس كتيرة تقولك لا انا هاخد الطفل دوت ولما ربنا يرزقني، وهيرزقه عشان خاطر ده مثلا خلاص بقى يتيم. في ناس تانية تقولك لا انا ظروفي ما تسمحش وهو دبسني. في ناس تانية تاخده مرحلة معينة وخلاص هي فاض بيها والموضوع انتهى. ففكرة الوصية دي ان انت توصي حد على بني ادم حد مر بيها، وايه الاجابة؟ يعني انت لو في موقف زي دوت انت هتعمل ايه؟ وبلاش والنبي، في ناس كتيرة ممكن تطلع بحمامة سلام. لا دلوقتي واحنا مش حمامة سلام، انا بتكلم في الطبيعي، انت بتتكلم في روح بني ادم. وممكن تفكر ان الوصية دي هو شاف فيك خير، الله اعلم. انتوا فاهمين انا عايزة اقول ايه؟ طبعا الاجابة على سؤالي وبسرعة.